السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن مسابقه جميله جدا وفرصه من اجمل الفرص اللي انتوا ممكن تشاركوا فيها، وهي فعلا فرقت معايا وفادتني كتير جدا، وحابه ان انا اشارك معاكم التجربه دي، وحابه ان انا اتكلم عنها معاكم. بس ما قبل ما ادخل في الموضوع، انا حابه اشكر الناس بجد على كل الدعوات اللي دعوها على الفيديو اللي فات، وكل الناس اللي كتبت كومنت كويس. بجد انا قرات كل الكومنتات وبجد كنت مبسوطه جدا، فحقيقي شكرا شكرا لكم بالمثل، يعني مثل ما دعيتوا ليا. فبس كده، يلا خلينا نبدأ على طول. المسابقة دي يا جماعة هي مسابقة ناسا سبيس ابس. المسابقة دي عاملاها وكالة ناسا، او وكالة ناسا اللي احنا عارفينها، ولكن عاملينها زي مسابقة بيشجعوا الناس ان هي تفكر وتدي حلول كويسة وتساعد في حل المشاكل اللي بتقابل المجتمع. طيب، اول حاجة هتكلم عنها هي المسابقة اصلا بتكون لمين، يعني مين اللي يقدر يشارك في المسابقة دي. المسابقة دي يا جماعة لأي حد، أيا كان سنه، أيا كان تخصصه، ممكن يكون أصلا متخرج، يعني أيا كانت الكلية اللي انت فيها، أيا كان المجال اللي انت فيه، أيا كان سنك ايه. ممكن تكون في ثانوي، ممكن تكون في جامعة، ممكن تكون متخرج أصلا. أنا كنت مشاركة فيها وأنا في تانية ثانوي. طيب، المسابقة بتكون امتى؟ المسابقة دي بتكون في شهر 9 من كل سنة، بتفتح في شهر 9 من كل سنة. والهاكاثون هقول لكم يعني ايه هاكاثون، بس بعد كده الهاكاثون ده بيكون في شهر 10، يوم 1 و2 من شهر 10، أو تقريبا أول جمعة وسبت في شهر 10. تمام، احنا على وقتنا كانت يوم 1 و2 في شهر 10. طيب، المسابقة دي بتكون موجودة في كل محافظة، يعني انت سيرش باسم محافظتك على الفيسبوك. انا كنت داخلة تبع القاهرة، يعني اكتب ناسا سبيس ابس كايرو، هتلاقي الصفحه بتاعتهم طلعت. لو انت مثلا في اسكندريه، وفي تقريبا في اسيوط، وفي كذا محافظه تانية، فانت علشان تعرف هي موجوده في محافظتك ولا لا، ممكن تكتب ناسا سبيس ابس كايرو مثلا، او ناسا سبيس ابس الدقهليه مثلا، وشوفها موجوده في المحافظه بتاعتك ولا لا. لو لقيت ليهم بيج وبينزلوا عندها المواعيد والهاكاثون وكل الحاجات دي، فانت يبقى تمام، وسجل باسم محافظتك. لو مش موجوده في محافظتك، فممكن تسجل في اقرب محافظه ليك. يعني ندخل بقى على خطوات التقديم. اول حاجه، في لينك اللي هو بينزلوه، لينك الويب سايت بتاع ناس سبيس ابس نفسها، اللي هو الانترناشونال اللي الناس كلها بتسجل فيه. اي حد عايز يدخل مسابقه بيسجل فيه. انت كده بتسجل يعني بس از بارتيسيبنت، ان انت خلاص داخل في المسابقه، لسه مش مفيش تشالنجز نزلت، لسه مفيش تيم، انت بس بتسجل ان انت موجود في المسابقه دي. اللينك ده بينزل على الصفحه بتاعتهم، فانت لازم تتابع البيج اللي انت، او بيج المحافظه اللي انت هتقدم فيها، علشان اول ما اللينك ينزل تسجل على طول. بعد ما بتسجل على الويب سايت الرسمي بتاع ناسا، لازم انت وافراد التيم بتاعك كلكم تكونوا مسجلين. شوف صحابك لو هم يشاركوا معاك، لو انت لسه مش لاقي تيم، او لو انت مش عارف التيم بتاعك هيكون مين، فعلى الفيسبوك بيكون فيه جروبس كتيره جدا، ممكن انت تدخل فيها تلاقي ناس بتقول يا جماعه احنا محتاجين حد معانا في التيم. وفي جروبس كتير جدا على تليجرام او على الواتس، هتلاقي ناس فيها بتدور على تيم وبتجمع تيم. فدور على الناس يكونوا مناسبين ليك، هتقدر ان انت تتعامل معاهم، سنكم قريب من بعض، وابدا ادخل معاهم. بعد ما كلكم تبقوا سجلتوا في كبارتيسبنت ان انتوا مش هتشاركوا في المسابقه، كلكم بتسجلوا لوحدكم، كل واحد لوحده، بيبداوا ياخدوا منكم معلومات زي رقم تليفونكم، الميل، كل الحاجات دي. ولما التشالنجز بتنزل بيبداوا ان هم يبعتوا لكم على الميل. فانت اول حاجه لازم تكون متابع الصفحه بتاعتهم كويس، الصفحه اللي انت بتاع المحافظه اللي انت هتقدم فيها، علشان اي لينكات تنزل، او اي بوستس تنزل، او اي اعلانات تنزل. تاني حاجه، تتابع الميل بتاعك كويس اللي انت سجلت بيه، علشان هيبعتوا لك عليه كل المستجدات، كل الحاجات اللي انت المفروض تعملها، فلازم تركز وتتابع الحاجات دي كويس جدا. بعد كده التشالنجز بتبدا تنزل تقريبا في شهر، يعني في نص شهر 9 كده، يوم 12 مثلا، في الحدود دي بتبدا التشالنجز تنزل. بتبدا ان انت تختار انت واصحابك او التيم بتاعك التشالنج اللي انتوا هتدخلوا فيه. ركزوا انتوا بتختاروا التشالنج ان هو يكون هتقدروا ان انتوا تعملوا فيه حاجه. احنا مثلا كنا لسه في ثانوي، فلسه مفيش حد فينا ليه تخصص معين، او حد ليه مجال معين، محدش مثلا هيقدر يعمل ويب سايت، او حد ليه في البروجرامينج او كده.
فبالتالي اخترنا حاجة مش محتاجة ان احنا نكون متخصصين في حاجة معينة، حاجة نقدر ان احنا نسيرش فيها ونفهم فيها ونتعامل ونقدر نجيب فكرة. وما تتسرعوش في اختيار التشالنج اللي انتوا هتدخلوا فيه، هو بجد فعلا يعني بياخد وقت كبير. اعملوا كذا ميتنج وتناقشوا وشوفوا انتوا مايلين لايه وحابين ايه اكتر، بعد كده اختاروا. بعد كده هيبعتوا لكم ان التقديم للتيمز فتح، طبعا بينزل فورم لكل الحاجات دي، فعشان كده بقول تابعوا الموضوع كويس. هتبداوا ان انتوا هتختاروا واحد منكم بس ان هو ده مثلا يبقى الليدر، هو ده اللي يبقى مسؤول عن ان هو يقدم. طبعا انتوا بتساعدوه، في سؤال محتاج يرد عليه في الفورم، فانتوا مع بعض بتتناقشوا الاجابه دي كويسه، لا زود كذا، لا المعلومه كذا انت نسيتها، وهكذا. علشان ما يبقاش فيه تشتت وان حد يقدم والتاني برضو يعني عشان ما يحصلش لخبطه، اختاروا حد فيكم بس هو ده اللي يكون المسؤول عن التقديم والكتابه وكل حاجه. طبعا لكل حاجه محتاجين تسجلوها بيبقى ليها فورم، انا معايا التليفون هقرا منه، وكمان كاتبه الحاجات اللي المفروض ان انتوا هتعملوها علشان ما انساش حاجه. وهسيب لكم اللينكات بتاع الحاجات دي كلها في الديسكريبشن ان شاء الله. فاول حاجه مثلا عندنا هينزلوا لكم فورم علشان تقدموا فيه باسم التيم بتاعكم، شخص واحد هيقدم لكل التيم، يحط الميلاد بتاعتهم ويجاوب على كل الاسئله. طبعا هو بياخد منكم المعلومات ويحطها، عشان كده بقول هتبقوا بتساعدوا بعض وتتعاونوا مع بعض علشان تخلصوا الحاجات دي. وكمان بعد ما تحطوا تكتبوا الاسم التشالنج اللي انتوا اخترتوه، وكمان تبداوا مثلا تكتبوا اسم الفكره او شرح مبدئي ليها. كمان بيطلبوا فيديو مدته 3 دقايق بتشرحوا فيه الفكرة في 3 دقايق. وكمان بيطلبوا بروبوزل، البروبوزل ده بيبقى فيه أسئلة بتجاوبوا فيها عن اتعاملتوا ازاي في التيم، شرح تفصيل الفكرة. بتشوفوا بقى الأسئلة اللي هم طالبينها وتجاوبوا عليها. بعد كده بيبقى فيه برزنتيشن، البرزنتيشن ده برضو بيبقى فيه شرح للفكرة او البوينتس المهمة فيها، وكل الحاجات دي بتبعتوها. ويا جماعة نصيحة، الحاجات دي ابدأوا اعرفوا عنها من بدري، وابدأوا من قبل الديدلاين جهزوها، لان احنا حصل معانا موقف ان احنا زنقنا نفسنا قبل الديدلاين، كنا عارفين الحاجات اللي احنا المفروض نقدمها والفيديو والبرزنتيشن وكل حاجة، كان تقريبا البرزنتيشن والبروبوزل مجهزينه، وجينا في الفيديو اتزنقنا، وكانت الساعة 11:30 واحنا كناش لسه ولا منتجنا الفيديو ولا جهزناه، والديدلاين كان الساعة 12. طبعا كنا توتر بشكل رهيب. احكي لكم عن الموضوع ده بس لما نخلص الحاجات الأساسية. المهم ان بعد ما بتسجلوا الفكره بتاعتكم وكل المعلومات عن الفكره والفيديو ال3 دقايق، وتحطوا كل المتطلبات اللي هم عايزينها، بتقدموا وتبعتوا. دي ممكن نقول عليها المرحله الاولى في المسابقه. بعد كده بعدها باسبوع مثلا بينزل مين التيمات اللي اتاهلت عشان تروح الهاكاثون، بتبداوا تشوفوا التيم بتاعكم اتاهل للمسابقه ولا لا. هما بيبداوا يشوفوا الفكره، هل الفكره كويسه تستحق ان هم يناقشوها وما الى ذلك، وبيراجعوا شويه حاجات كتير جدا. وينزلوا التيمات اللي اتأهلت. شوفوا اسمكم موجود في التيمات دي ولا لأ. لو التيم اتأهل، فبتلاقي ان هم بعدها بعتولكوا على الميل لكل واحد فيكم ان مبروك انتوا اتأهلتوا، وان الهاكاثون هيكون في مكان كذا والساعة كذا وكل التفاصيل دي. طيب ايه هو الهاكاثون بقى؟ الهاكاثون ده عبارة عن يومين او مدة معينة، هي احنا دايما غالبا بتكون يومين. بتروح فيها في مكان تتنافس انت وكل التيمات اللي اتأهلت، بتبدأوا تشتغلوا على الفكرة في اليومين دول وتكونوها وتجهزوا كل حاجة، علشان هتروحوا قدام ناس محكمين او جادجز، دول اللي بيناقشوا معاكم الفكرة وبيسألوكوا فيها وبيفهموها وبتعرضوها قدامهم. الهاكاثون بيكون تبع، يعني احنا تبع القاهرة، هو دايما كان بيكون في الجامعة الأمريكية في AUC في القاهرة في التجمع الخامس. ده دايما، واحنا كمان كان الهاكاثون بتاعنا في AUC. بنروح هناك نقعد يومين. اليومين دول بتشتغلوا فيهم انتوا واصحابكم على الفكرة. بس في حاجة حصلت مختلفة السنة اللي فاتت، ان هما نقلوا الهاكاثون بتاع المسابقة اللي تبع القاهرة في جامعة الابتكار في 10 من رمضان. وعلشان جامعة الابتكار تقريبا حجمها صغير شوية او لأسباب ما، فهم خلوا جزء من التحكيم فيرشوال، يعني مش هتروح لمكان، هيبقى كله اونلاين، وجزء اون سايت دول ناس بقى هيروحوا زي العادي، هيروحوا يتنافسوا في مكان ما.
وطبعا السنه اللي فاتت كان في اختلافات شويه في التقديم، ان الناس اللي هم فيرتشوال ليهم فورمز بيقدموا فيها لوحدهم، والناس اللي هم اون سايت ليهم فورمز بيقدموا فيها. فانتوا المفروض تتابعوا وتشوفوا ايه اللي هيحصل، السنه بتاعتكم هتبقوا نظامكم عامل ازاي. طبعا انا ده بتكلم على القاهره بس، انت تتابع البيج بتاع المحافظه اللي انت هتكون فيها وتشوف النظام ايه وهيعملوا ايه. وبس كده، خلينا بقى نراجع الاسئله اللي احنا جاوبنا عليها. ان المسابقه هتكون لمين، والميعاد بتاعها بيكون امتى، والمحافظه بتاعتك ان انت تسيرش باسم المحافظه وتشوف موجود ولا لا، والهاكاثون بيكون فين، وكل الحاجات دي. بعد كده التشالنجز بتنزل وتختار التيم بتاعك وتقدموا الفكره بتاعتكم. ركزوا كويس في الفورم، والحاجات اللي محتاجه تجهيز ومحتاجه وقت جهزوها من قبل كده علشان ما تتزنقوش في الديدلاين. بعد كده التاهل للمرحله الاولى، ان انتوا بتروحوا الهاكاثون وتنافسوا في المسابقه هناك. بعد اليومين دول بيبقى في نهايه اليوم التاني بيعملوا حفله علشان يعلنوا فيها اسماء الفايزين، وبيبقى الجو لطيف جدا. وده كده يا جماعه بالنسبه لخطوات التقديم وعن المسابقه بشكل عام. ان شاء الله هكتفي بكده في الفيديو ده، وهعمل فيديو كمان لتجربتي بقى، وهو الجزء الامتع، وهحاول احكي لكم التفاصيل والتجربه بشكل كامل عشان تتخيلوا معايا وكانكم مريتوا بالتجربه بالظبط. واشوفكم في بارت 2. مع السلامه.